رجل عجوز كان راكعا على الأرض يلتقط قطع الذهب، وبعدما انتهى ضرب حجرا كان بيده. في تلك اللحظة أمر الضابط بإعدامه، لكن العجوز بسرعة رمى الحجر نحو لغم أرضي، مما تسبب بانفجار هائل. ذُعر الضابط وأمر الجنود بإطلاق النار عليه. رفع العجوز قدرا معدنيا وصد به الرصاص لدرجة أدهشت حتى كابتن أمريكا. ظن الضابط أن العجوز قد مات، فأمر بوقف إطلاق النار وأرسل جنديا ليتفقد الأمر، لكن بمجرد اقتراب الجندي أصابته قنبلة ومات على الفور. أرسل الضابط جنديين آخرين من الجانبين، لكنهما لم يصمدا أكثر من 3 ثوان قبل أن يتطايرا أشلاء. وبينما كان الجنود يتساقطون واحدا تلو الآخر، أجبر الضابط أسيرتين على التقدم أولا. في ذلك الوقت كان العجوز قد استغل الضباب للهرب. اختبأ مرهقا تحت سيارة مدمرة، ربط جروحه بحزام وانتزع الرصاصة من جسده بالقوة دون أي دواء. الألم الشديد جعله يفقد وعيه، في حين كانت قوات العدو تقترب برفقة كلاب مدربة. استفاق العجوز على أصواتهم، فجمع الذهب بسرعة وخبأه تحت السيارة. لم يلاحظه الجنود، لكن أحد الكلاب شم رائحة الدم، فزحف العجوز واختبأ تحت سيارة جيب تابعة للعدو، وقطع خزان الوقود بسكين، ثم غطى نفسه بالبنزين لإخفاء رائحته. لكن الكلب شم رائحة البنزين وبدأ بالنباح، فتوقف الجنود وبدأوا التفتيش في المنطقة. استغل العجوز الوضع وركض نحو ضفة النهر، إلا أن الكلب رصده مجددا. أطلق عليه رصاص قناص وأصيب في ساقه، ثم أمر الضابط الكلب بملاحقته. حينها أشعل العجوز عود ثقاب وأحرق نفسه، ما جعل الكلب يتوقف فجأة. وهو مشتعل ركض العجوز باتجاه النهر. أطلق الجنود النار عليه، لكنه بفضل وزن الذهب الذي يحمله قفز في النهر وغاص إلى القاع ثم اختفى. بعد نصف ساعة ظهر رأس العجوز على سطح الماء، فأطلق القناص رصاصة وانتشر الدم في الماء. أمر الضابط بإرسال غواص لاسترجاع الذهب، وعندما وصل الغواص إلى القاع أمسكه العجوز من عنقه وقطع عنه الأكسجين. كان هناك جندي على متن قارب خشبي شاهد ما حدث ففر مرعوبا. أمر الضابط بقتله فورا، فتم إطلاق النار عليه، لكن القارب الخشبي ظل يتحرك، فأعد القناص رشاشا وأطلق النار عليه بلا توقف. استغل العجوز الجثة كغطاء للهروب من المكان. رأى الضابط ما حصل وكان في صدمة تامة. وفي تلك اللحظة عاد كلب العجوز، فقرر الضابط استخدامه لتعقب العجوز.